السلام عليكم، ازيكم يا حلوين عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وصفتنا النهارده هي السمك المشوي في الفرن بالردة. هنشوي السمك في الفرن ونقارن بينه وبين شوي البوتاجاز اللي هي عيون البوتاجاز من فوق، ونقول مميزات وعيوب كل واحدة. لو أول مرة تشوفوني دي قناتي لولو أيمن، ياريت تعملولي لايك وشير واشتراك في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. أول حاجة نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عندي سمك بلطي نقعته في دقيق وملح وسكر ومية طبعا، سبته كده حوالي 10 دقايق، وبعدين غسلته كويس قوي وحطيت عليه شوية من الملح والليمون وقلبتهم كويس. لو حابين تتبلوا بطن السمك من جوه تبلوه بتوم وملح وكمون فلفل اسود كزبرة ناشفة وشطة اختياري طبعا، ومعلقتين من الخل قلبهم كويس قوي وتبلوا بطن السمك، بيبقى خطير وبيدي ريحة وطعم خطير قوي. احنا هنا هنغلف السمك بالردة كويس قوي، يفضل ان هي تكون ردة ناعمة علشان تمسك في السمك كويس. افضل طريقة انك تغلفي بيها السمك بالردة هي انك تحط الردة في كيس. اول حاجة بتحافظ على نظافة المكان، ما بتبهدلش المكان حواليكي خالص. تاني حاجة ان هي بتغلف السمك كويس قوي. جربوا الطريقة ان تحطوا الردة في الكيس وتعملوا بيها السمك، حلوة جدا وهتعجبكم جدا. برصه كده في صينية، بشغل الفرن طبعا قبل ما اعمل كل ده بكون مشغلة الفرن والشواية مع بعض على درجة حرارة 200 الفرن، وبشغل الشواية. انتي لو ما عندكيش لو عندك الفرن ما بيشغلش الفرن والشواية مع بعض، ممكن تشغلي الشواية بس وتحطيه على الرف اللي هو بنحطه كده على الرف اللي هو قريب من الشواية. برضو لو هنشغل الفرن وهنشغل الشواية مع بعض بنحطه على الرف القريب من الشواية، ما بياخدش وقت خالص. اول ما تلاقوه احمر كده من فوق وخد اللون اللي انتوا حابينه، حابينه غامق حابينه فاتح زي ما تحبوا خالص، اقلبوه على الناحية التانية ياخد نفس اللون وخلاص هو كده استوى وانتوا ضامنين استوى 100%. هوريكم شكله في الفرن، هو كده خلاص تمام كده زي الفل اهو. انا مشغله الفرن ومشغله الشوايه مع بعض وحطاه قريب من الشوايه على طول الرف الاول، بسيبه كده تحت الشوايه لحد لما ياخد اللون اللي انا عاوزاه، وبقلبه على الناحيه التانية على طول ياخد نفس اللون، خلاص يبقى كده جاهز زي الفل. ياريت تعملولي لايك واشتراك في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم اشعار بكل وصفاتي الجديده. السمك بعد ما اتشوى زي الفل، انا عايزه اقول لكم الريحه خطيره، ريحته تحفه جدا. هحط عليه التتبيله على طول وهو سخن. التتبيله دي عباره عن توم وفلفل بارد وحار مفرومين كويس قوي، عليهم ليمون وخل وملح وكمون ورشه من الفلفل الاسود وكزبره ناشفه شويه من الشطه لو حابه شطه يعني عليه، و3 معالق من الزيت. نقلبهم كويس قوي. اول ما نطلع السمك من الفرن نحط عليه الدقه دي، طبعا جزر مبشور وطماطم. هكتب لكم التتبيلة دي تحت في الوصف، في الوصف بتاع الفيديو هكتب لكم التتبيلة الخطيرة دي، ريحة وطعم خطير بجد، هتعجبكم جدا. طبعا الوصفة دي تنفع جدا جدا لأكلات الدايت، هي مش محطوط عليها غير 3 معالق من الزيت بس في التتبيلة، ممكن تستغني عنهم تماما، بس بتدي لمعة للسمك وطبعا وطعم خطير، مفيش مشكلة خالص لو استغنينا عنهم تماما. تنفع جدا جدا لأكلات الدايت، لو عاملة دايت تنفع جدا مع معلقتين رز أو ربع رغيف من العيش، أو لوحده كده عادي مع السلطة، طبق سلطة كبير. لكل اللي سألوني على وصفات الدايت وإن أنا أعمل وصفات دايت دي، برضو من وصفات الدايت اللي ممكن تعملوها، تشووا سمك كده جنب معلقتين 3 من الرز أو ربع رغيف عيش أو طبق سلطة، تحفة جدا، وجبة مشبعة جدا وطعمها خطير. يلا بينا بقى نقارن بين جوي الفرن والبوتاجاز، الاتنين بالنسبة للسوا بيستووا كويس قوي من جوه،
بس في الفرن لمّا بنيجي نقلب السمك على الناحية التانية بيبقى لازق شوية عكس عيون البوتاجاز، لمّا بنقلبه على الناحية التانية بيتقلب بكل سهولة طبعًا علشان النار مباشرة عليه. بالنسبة للنضافة طبعًا شوي الفرن بيحافظ على نضافة البوتاجاز جدًا، مش بيبهدل البوتاجاز خالص، عكس عكس عيون البوتاجاز بتبهدل البوتاجاز شوية. بالنسبة لي الاتنين كويسين أوي وحبيت الاتنين، أنتِ لازم تجربي الاتنين علشان تشوفي أنهُ أحسن ليكِ. جربي عيون البوتاجاز وجربي الفرن وشوفي أنتِ هترتاحي لإيه أكتر أو هتحبي إيه أكتر، هتحبي طعم إيه أكتر، فلازم تجربي عشان تحكمي. وبس كده، متنسوش اللايك لو عجبكم الفيديو.